مشكلة عند معظم الناس اللي عايشين بره مصر، مش عارف الموضوع ده، انا حاسه انا لوحدي ولا كل الناس بتفكر زيي؟ ان وانت عايش في اوروبا حتى لو عندك باسبور اوروبي، الاوروبيين بيشوفونا على اننا اجانب، ولما بتروح مصر المصريين بيشوفوك على انك اجنبي، فانت يعني مزنوق في حته، ولا عارف تبقى مصري في بلدك ولا عارف تبقى اوروبي في الدوله اللي انت خدت جنسيتها. فالموضوع بقى مزعج. مش عارف الموضوع ده انا حاسه بس ولا معظم الناس اللي متجنسين حاسين الموضوع ده. فاحنا كاجانب او احنا كمغتربين، الاوروبيين بيشوفونا اجانب، حتى لو انت الجيل الثالث في اوروبا، الاوروبيين في الدوله اللي انت عايش فيها هم برضو شايفينك اجنبي. واللي ضحكك بقى في الموضوع ده ايه؟ ان كل واحد عربي او كل واحد مغترب عنده طفل هنا، سواء اصوله مغربيه، اصوله عراقيه، اصوله سوريه، اصوله مصريه، تسال الطفل من عمره 5 سنين لحد ما يبدا يكبر تقول له انت منين، هو ما بيقولكش انا هولندي، ما بيقولكش انا ايطالي، ما بيقولكش انا سويسري، ما بيقولكش انا الماني، هو بيقول لك انا مصري، انا مغربي، انا تركي، انا سوري، انا عراقي. فالاطفال متربيين على ان هو مش هولندي، هو مش ايطالي، هو طفل ابوه مصري فهو مصري زي ابوه، طفل ابوه سوري فهو سوري زي ابوه، طفل ابوه تركي فهو تركي زي ابوه. فانا بصراحه مش عارف، احنا مظلومين في الحته دي. يا جدعان شوفونا والنبي، عايزين ننزل على الارض عشان الواحد تعب. هو احنا اوروبيين ولا مصريين؟ لو حد حاسس بالموضوع ده قولوا لي.